السلام عليكم. اليوم جبت لكم شوفلور مرقة حمراء بنتو، على بالي راح تولي لكم ادمان. ما تحسوش كامل راكم تاكلوا الشوفلور. اول حاجه نحكم الراس تاع الشوفلور تاعي يكون كبير شويه، نحيلو هذاك القطمير، حاولي انك تستعملي موس يكون قاطع شويه، ونحي كامل هذوك الزهرات بحيث انه يكونوا كبار شويه، لانه كي نطيبوهم باش ما يخسروناش. نغسلهم كامل مع قطرات تاع الخل وشويه تاع الملح، نقيهم كامل، نحيلهم هذوك النقاط السوداء اللي يجوا في راس تاع الشوفلور، ومن بعد نحطهم في كسكسي فورو مع وريقات تاع الرندي، نحولنا كامل هذيك الريحه تاع الشوفلور. ومن بعد نحكم الحشو اللي راح نرافقه معاه، نحكم بالتقريبا هنا شريت 20 ميل تاع دانت اشي، زدت لها كمشه تاع المعدنوس، شويه تاع البصل اشي، زدت لها زوج سنات تاع الثوم، ملح، فلفل كحل، ونعجنهم كامل مع بعض. ما زدت لها لا زبده لا زيت لا شابليون. ومن بعد حطيت المقله تاعي تسخن على النار، درت لها مغرف كبيره تاع المارغرين، كي ذابت حطيت هذوك الكرات تاع اللحم وخليتهم يتقلاو حتى يدولي تحميره شابه بزاف. هذيك التحميره كما راكم تشوفوا في الفيديو، هذه هي التحميره اللي نحوس عليها. ومن بعد ما تقلاو وداو التحميره نرفدهم في نفس المقله، نكملوا الاكله تاعنا. نحط حبه تاع البصل مقطعه مربعات تكون متوسطه، ومن بعد نخلطها مليح حتى تقلى وتذبل. نزيد عليها كمشه تاع المعدنوس ونحركها هي ثاني، زوج سنات تاع الثوم يكونوا كبار شويه حتى ل3، كرفشتهم وضفتهم للخليط الاول، ونحرك كامل مع بعض حتى يتجانسوا لي كامل هذوك المقادير. ومن بعد نحكم حبه طماطيش كبيره، نحيت لها القشره وكرفشتها ولا تقطعوها مربعات، كمشه تاع الحميصه تكون منفخه بليله من قبل. نحرك كامل المقادير، نزيد التوابل، ملح، فلفل كحل، شويه تاع الكركم، مغرف كبيره تاع العكري ووريقات تاع الرند، مغرف طماطم مصبره، ونحرك كامل مع بعض. ومن بعد نمرق بالماء السخون، نعاود نرجع هذوك الكرات تاع اللحم للطاجين تاعي باش يكملوا الطياب ويطلقوا لي البنه تاعهم. ومن بعد نروحوا للخلطه تاع الشوفلوغ، نحكم 3 حبات تاع البيض نضربهم، رشه تاع الملح، فلفل كحل، كمشه تاع المعدنوس، 2 مغارف كبار تاع الفرينه، شويه تاع الحليب، ونحرك كامل حتى يولي عندي القوام شويه كثيف. ومن بعد نحط هذوك الزهرات تاعي تاع الشوفلور، نغلفهم كامل ونقليهم حتى يدوا لي هذاك اللون الذهبي. ومن بعد نحطهم في المرقه، بعد ما كانت غلات شويه نحطهم يتكتكوا ويزيدوا هما ثاني يتشربوا البنه، يطلقوا لي البنه تاعهم في الطاجين تاعي. نحطهم على النار يتكتكوا حتى تنقص لي كامل هذيك المرقه ويذوب لي الفرماج ورشه تاع المعدنوس كيما تعودتوا عليا في الاطباق تاعي. شوفوا في الاخير بعد ما نقصت هذيك المرقه واختارت الله يبارك. ما تحسوش كامل راكم تاكلوا في الشفرور. نتمنى انه هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم.